الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت سميع مجيب الدعاء. النهارده ان شاء الله ناوي اعمل معاكم كشري. بجد كل اللي هيجربه مش هيبطل ان هو يعمله، لانه بصراحه يعني وهم وتحفه جدا جدا جدا، واحلى من بتاع المحلات، وكفايه ان هو انضف وعاملاه في البيت. بس طبعا قبل ما ببتدي الفيديو بتمنى ان يعني ورجاء ان اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس اللي هو تحت الفيديو اللي هو في المربع، بحيث ان هو يوصلوا مني كل جديد واشعارات القناه دايما. اما بالنسبه لحبايبي المشتركين، يا اهلا بيهم وشكرا لهم ولمتابعتهم وتدعيمهم ليا. على بركه ربنا بقى نبتدي. المكونات ايه هي؟ بصوا، انا عندي هنا مكرونه دي معوجه اهيت، عندي مكرونه مقصوصه خلاص، عندي مكرونه قلم شايفينها حتى هي صغيره. انا مرضتش اجيب الكبيره بحيث ان انا هعملهم على بعضهم فما بقاش في مكرونه تستوي ومكرونه لا. انا ما بفضلش ان انا اعمل معاهم اسباجيتي، لان الاسباجيتي رفيعه وممكن تتعجن، بتبقى شويه يعني بتبقى مسلوقه عنهم شويه. وبرده على حسب راحتكم، وبرده على حسب الكميات اللي انتوا عايزينها، وعلى حسب نوع المكرونه اللي انتوا عايزينها. معايا رز متنقي ومغسول خلاص. معايا عدس بجبه، معلش سوري، عدس اصفر خلاص. معايا بصل. البصل دوت يا جماعه مقشرينه وتغسلينه، وحاولوا ان انتوا تنشفوه على طول، تمام؟ وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده انتوا بتمسكوه وهتقطعوه حلقات بالطريقه دي خلاص. يعني عايزه اقول لكم ايه، من ضمن التريكات بتاعته، من ضمن نجاح ان انا هعمل بصل للكشري وكده، ان انت لما تعملي البصله هتبقى ناشفه وما ترشيش عليها ملح عشان ما تنزلش سوائل، وبرده عشان تبقى معاكي ناشفه. عشان اقول لك لسه في خطوه المفروض ان هي تتعمل هقول لكم عليها، تمام؟ خليكم معايا كده. معايا بعد كده عدس بجبه ونقعاه. طبعا انا منقياه كويس قوي وغسلاه ونقعاه شويه. اول حاجه انا مرضيش اصفيه بس عشان عايزه اوريكم، اقول لكم على حاجه مهمه قوي. طبعا انت طبعا بتبقى غسلاه ومنقياه وكل حاجه زي الفل زي الفل، بس احيانا بتبقى في حاجه زي خداع بصري، ممكن تلاقي فيها طنايه ما اخدتش بالك منها، فيها قشرايه، فيها حاجه. انت لما بتيجي بتعمليها كده كل دوت بيبتدي ينزل تحت. فانت انا بقى بدل ما بصفي زي الناس ما بتصفي في مصفى، لا انا هوريكم على خطوه حلوه قوي بتتعمل. ومعايا دقيق خلاص. انا هوريكم دلوقتي انا المفروض اعمل ايه في العدس دلوقتي اهوت. بصوا كده، انا ببتدي ان انا اصفي كده من على الوش خلاص، بحيث ان لو في اي حاجه هتنزل تحت. انا بقول لكم على كل التريكات والحاجات اللي انا بعمل معاها، ضمان ان انت لا تيجي في بقك زلطايه ولا تيجي في كان في طينايه. غير ان انا كمان ان الميه بتاعه العدس ده انا هستخدمها، فانا محتاجه ان هي تكون نظيفه 100% يعني. فانا هوريه لكم، هنكمل مع بعض الخطوات يعني وكده. خلاص بتصفي كده اهوت، ومن على الوش دايما، من على الوش، من على الوش كده. بصوا حتى بصوا لو في اي حاجه ما تجيش انت تاخدي من تحت يبقى انت ما عملتيش حاجه اهو كده اهو. حتى انت ممكن تسمعي بيبقى في حاجات زلط او كده، او بيبقى رواسب، بيبقى شبه الحبايه نفسها مع العدس، خاصه العدس اللي هو بجبه ده خلاص. وبعدين انت كده 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 لما بتبقي نقعاه بيسهل عليكي في السوا. دلوقتي يا جماعه بصوا، على فكره كم المواعين اللي انتوا شايفينها دول ما تخبطوش بس عشان انا بصور، لكن المواضيع بعد كده مش هتحتاجوا المواعين كتيره. هي الحله اللي انت تعملوا فيها الصلصه، والحله بتاعته يعني للرز، هي الحله اللي ممكن تعملي فيها العدس. يعني انا دلوقتي بس العدس في حله ثانيه بس عشان اوريكم، وبعد كده انتوا هقول لكم تاخدوا يعني خليكم معايا بس. والحله بتاعت المحيط الحله ديت فيها زيت زي ما انتم شايفين، زيت كتير، وهقول لكم ليه زيت كتير. تابعوني وانا هقول لكم دلوقتي. على فكره نسيت اقول لكم كمان في شعريه مع الرز يا جماعه. طبعا انا عايزين، طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا هعمل ايه بالدقيق. طبعا البصل اهوت مش مدي ميه ولا الكلام ده كله اهو خلاص، وبديله شويه دقيق كده اهو
كده اهو، وابتدي ان انا هقلبه. طبعا انتوا البصل بتبقوا عاملينه ومفرطينه قوي كده. خلاص كده، خلاص كده احنا قلبناه كويس قوي كده. وهبتدي ان انا طبعا انا عاملاه في مصفى بحيث ان انا ابقى مصفيه. خلاص، وهبتدي ان انا هاخده وهحطه في الزيت. خلاص كده اهو. طبعا يكون الزيت اهو تبصوا اتقدح كويس، بس ما تخلوش يتحرق. وطبعا بالراحه عشان الزيت ما يتحرقش، علشان احنا هنكمل فيه حاجات تانية كتيره. او الزيت هيبتدي يعني اللي احنا عاملينه ده هيفضل معانا للاخر. على دول ما يتعملوا كده واحنا بنقلب هقطع شويه التانيين. احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنقطع اللي احنا هنستخدمه وقتي. خلاص، تابعوني بقى وخليكم معايا كده. هنا يا جماعه حطيت العدس اهوت عشان يستوي ومش هياخد كتير على البوتاجاز. والحله التانية اللي احنا اتفقنا عليها ان انا احط فيها المكرونه، انا حاطه فيها ملح وحاطه فيها زيت وحاطه لها نقطه خل. احنا متفقين اي حاجه نعملها نحط نقطه خل عشان الحله ما تسودش. تمام. هحط المكرونه وهسويهم، وساعه ما ابتدي مع الرز هقول لك ايه اللي هيتم. بصوا يا جماعه، بقيه الزيت دوت اللي انا قلت لكم ان انا عايزاه كتير عشان احنا هناخد منه حاجات. دلوقتي انا هاخد منهم شويه وهبتدي ان انا احطهم في الحله اللي انا هعمل فيها الرز. انا قدامكم اهوت عشان محدش يقول لي بس ان انت يعني عملتي حاجه مش من ورانا يعني. تمام. ادي الحله اهي. انا هاخد بس، حاولي ان انت ما تنزلش منها حاجه من اللي هي الحاجات عشان ما تحرقش الرز. خلاص. او ان انت ممكن تعملي وتصفيه بمصفى، يعني انت بتدلقي من البتاع من الحله اللي هو الزيت اللي انت عاملاه منه تصفي عشان ما ينزلش معاه حاجه. خلاص. بعد كده انا المفروض ان انا كده مولعه عليها، وهحط اللي هي اول حاجه الشعريه. خلاص، عشان ده كان فيها ملح. خلاص، وهبتدي ان انا هقلبها احمرها، وهنزل بالرز والعدس، وانا هوريكم الخطوه ديت. خليكم معايا دلوقتي يا جماعه. بقى انا هحط معاهم العدس مع الشعريه اهي. تمام. خلاص، وهحط معاهم الرز. اقلب كده طبعا عشان هي خلاص كده اهوت. انا قدمه وهو اتقلبته دول تقلبتين كويسين. بعد كده بقى انا هقول لكم بقى يا حبايبي، عارفين العدس اللي احنا سلقناه اللي هو بجبه؟ هبتدي ان انا هشرب منه من نفس الميه اهي. مش هيجرى حاجه لو جت منه عدس ولا حاجه. انا مش فارقه معايا، انتوا بقى عايزين تحطوا وتصفوا تحسوا ان هي تبقى الميه صافيه بس براحتكم. خلاص هكمل بس اسقيه وبعدين ارجع لكم. بصوا يا جماعه، انا كده انا حطيته ومزوداه، وانا هسيبه دلوقتي ان هو يستوي. خلاص. بعد كده الحله اللي احنا كنا عاملين فيها برضو البصل، الزيت اللي موجود، هنبتدي بقى ان احنا هنقلي. انا هعملها تقليه بصل. اللي عاوز يعمل توم يعمل، اللي عايز يعمل بصل يعمل، بس انا بفضل ان هي بصل لان انت عندك طبعا الدقه. وانا عاملاها في فيديو فات وهتلاقيه معاكي في صندوق الوصف. طبعا دوت معموله بتوم وكده، فمش محتاجه ان هي تبقى يعني التوم بتاعها يبقى اوفر قوي علشان ما يعملش مشاكل المعده او يعمل انتفاخات وكده. خلاص. انا دلوقتي انا هحط البصل. هوريكم البصل اللي معايا. ده كان البصل يا جماعه، عارفين اللي هو قلب البصلايه. طبعا انا فضيته تحت كده اهوت علشان ما فضوش في البصل اللي انا بقليه ويبقى محروق تحت. فانا خدت القلب بتاعه هنا بصراحه، وقلت ان انا هقلي بيه يعني اللي هي الصلصه بتاعتها. خلاص. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، بس هو دوت اللي حبيت اوريه لكم من بقيه الحاجات. طبعا انا هغرف الطبق واوريه لكم، بس الاول بس شفتوا البصل هتلاقوه. بصوا حتى صوته عامل ازاي ناشف اهوت. هو ده الفكره. بصوا بيبقى لونه دهبي وحلو قوي ازاي. هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني. عشان كده ان انا بقول لكم التكات اللي انا قلت لكم عليها هتلاقي معاكم جميل قوي وهيعجبكم. هغرف الطبق وهوريه لكم اهو يا جماعه. بقى الطبق بعد ما غرفته لكم، بصوا شكله العدس والمكرونه ومشكله اهيت. وطبعا معاكم بصل شكله حلو قوي، وفي حمص. على فكره نسيت اقول لكم عليه لان انا ما كنتش متاكده ان انا عندي، فعملته في السكه يعني فقلت لكم عليه يعني. تمام. وطبعا الدقه اللي احنا كنا عاملينها اللي انا قلت لكم ان شاء الله هتلاقوه في صندوق الوصف، هو والشطه. خلاص.
طبعا بألف هنا وشفا لكل اللي هيعمله. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. وزي ما قلت لكم كده، او ان انا راجع منكم ان انتوا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس بحيث ان هو يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت كمان ان انتوا تشيروه بحيث ان الكل يستفيد. وهستنى منكم تعليقاتكم ولايكاتكم واقتراحاتكم. وشكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.